الجنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب المحشر وقنا الجنة مع الأبرار يا سيدي يا رب العالمين اللهم اختم لنا وأجرنا واغفر لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا يا الله يا مولانا بحسن الخاتمة اللهم ألحقنا بالصالحين وارزقنا بالعافية في الأعلى وصلى الله على خير خلقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya Mubarakat, amin ya Rahman, Rahman, amin ya Rahman, Asmaran, Dawan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar rafi'u khatra'i wa basitul ghabra'i wa 'abirul baladi was sahra'i wa ilahu man fil ardi was sama'i wa rabbu man fil hawa'i wal ma'i ورازق العبيد والإماء فسبحان من هو حافظ الخلق في الضياء والظلمات. الله أكبر خالق الأشياء وخالق الحب والأصباح ومقلب المساء والصباح ومزين الأجساد في الأرواح ومدور الأفلاك ومرسل الرياح فسبحان من جرى بطاعته كل صباح ومساء. الله أكبر جاعل الظلمات والأنوار ومكور الليل على النهار ومسخر البحار والأنهار ومدور الأمور والأقدار فسبحان من تقدس بعلو عن الأوهام والأفكار. الله أكبر سجدت لكبريائه الجباه وتحركت بإذكاره السفاه ونطقت بربوبيته السن والأفواه وسبحت بقدرته الرياح والأمواه فسبحان من تعالى بقدسه عن مشاكلة النظائر والمشابه فسبحان من تعالى بقدسه عن مشاكلة النظائر والأشباح. الله أكبر ما جرت الدهور وقامت الأبنية والدور وتناوب الحسن والسرور وتدافع الذل والحرور فسبحان الذي يبعث من في القبور وولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان وأنزل فيه التوراة والإنجيل والفرقان
وأمر فيه الأمة بالصيام والصدقة والإحسان ووضع فيه ليلة القدر هي خير من 1000 شهر من الأزمان وجعل ختام صيامه عيدا ضيافة لهم مع العفو والغفران وبشرهم فيه بحسن المثوبة والرحمة والرضوان أشكره على أعظم إيمانه والإسلام واستغفره من قبح أحرامه وأسأله المزيد في أفضاله وأكرامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مطلق الأركان مرفوعة الأساس مشيدة البنيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول بعث بإقامة الشرائع ونبي آمر بإظهار الآيات البدائع أرسله والدين قد سقط مناره وانقلع أصوله والشرك قد قوي رباطه وامتدى راسه وبساطه فأقامه صلى الله عليه وسلم بعد سقوطه قيما وبعد انقلاع نابتا باسقا محترما حتى عاد الكفر بعد امتداده منكبا منقسما صلى الله على محمد بدوام السماوات والأرض وعلى آله المردين وسلم تسليما كثيرا أيها الناس واحضروا رحمكم الله لصلاة هذا اليوم تكميلا ولعمارة فضائل الصوم وهو يوم الزينة والعيد ويوم التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ويوم الرحمة والسرور ويوم البهجة والحضور وشرح القلوب الصدور ويوم ركوع مغفرة الغفور ويوم وصول رضا الملك الشكور ويوم شرفه الله فيه الأمة وكشف عنهم كل كربا وغمة وحولهم فيه كل مثوبة جمة ويوم أحل الله فيه المكان والمطاعم وحث فيه على التجميل واللبس الناعم ويوم الندم والاستغفار ويوم التوبة والاعتذار ويوم الرجاء والرضوان ويوم ختم الله به الشهر رمضان الله أكبر وخذوا رحمكم الله فيه الفوز العظيم واعتصموا منه على جزيل فضله العميم وكبروه التكبير والتوقير والتعظيم ودعوه واستغفروه إنه هو البر الرحيم الله أكبر واخرجوا رحمكم الله عن أنفسكم صدقة إلى فقرائكم وعن صغرائكم وعن كبرائكم وعمن تلزمكم نفقاتهم من عبادكم وإمائكم صاعا من بر أو صاعا من أرز أو صاعا من تمر أو صاعا من سعير أو صاعا من ذنب أو من قوة بلادكم أو من طعام اعتباركم تزكية لأموالكم وتطهير أبدانكم وتمحيصا لما اقترفتم أيام يومكم وكونوا بالأبراء مقتدين وبالراشدين مهتدين وإخوانكم محسنين
ولأعمالكم مخلصين ولذكر الله مقترين وعن نواهيه معرضين بطاعته مستمرين ولأوامر متعرضين جعلنا الله وإياكم ممن أعظم شائره واغتنم فضائل واجتنب نواهيه وامتثل أوامر فإنما نحن له وبه إن أحسن الكلام نظما ونثرا وأبين البيان سرا وجهرا كلام من لم يزل حيا مقتدرا وهو الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله